السلام عليكم وأتمنى تكونوا طيبين وبخير كلكم. مملكة نوباتيا، المملكة المسيحية اللي نشأت في شمال السودان، واحدة من أهم الممالك اللي ارتكز عليها التاريخ المسيحي في بلادنا. ومملكة نوباتيا عرفت بعدة أسماء في المصادر التاريخية. أسموها العرب في مصادرهم والنصوص العربية بمملكة المريس، وأسموها الكهنة الأقباط أو الكنيسة القبطية أطلقت عليها اسم نوباتيا. أما الرومان في نصوص الرومانية سموها في كثير من النصوص بتاعتهم باسم مملكة موريتانيا، مما يعني بأنه الرومان قد يكونوا بيسموا الشعوب الموجودة جنوب الصحراء باسم الموريتانيين. ده أقدم ذكر لكلمة موريتانيا في إفريقيا كان وصفت به مملكة نوباتيا. مملكة نوباتيا بيعود تأسيسها للقرن السادس الميلادي، ويعود السبب في تكوين المملكة دي لظهور شعب النوباتي اللي كان بيتزعموا شخصية قوية جدا اسمها الملك سولكي أو الملك سيلكو المشهور. وسيلكو يبدو أنه هو كان زعيم لشعب النوباتي اللي فيه روايات كثيرة حول الأصول بتاعت مجموعة النوباتي اللي أسست مملكة نوباتيا. بعض النصوص الرومانية والنصوص اليونانية زي النصوص اللي ذكرها أرتستينوس اللي هو أمين مكتبة الإسكندرية بيتكلم عن شعب النوباتي إنه شعب منحدر من منطقة الواحات الغربية. وأيضا تقول سامية بشير ضفع الله وتريجر في كتابة نوبة النيل إنه النوباتي هم مجموعة منحدرة من النوبة الحمر اللي كانوا موجودين في مروي، وكانوا موجودين في مروي منذ القرن السادس قبل الميلاد، واللي هم ذكرهم الملك الحبشي عيزانا باسم النوبة الحمر، وانحدر منهم مجموعات النوباتي اللي حكمت مملكة نوباتيا. الحقيقة بغض النظر عن الأصول بتاعت مملكة نوباتيا إلا إنه شعب النوباتي من الواضح إنه هو الشعب اللي أسس مملكة نوباتيا، وإنهم هم من الشعوب النيلية اللي كان عندها دور كبير جدا في الحياة والمشهد السياسي في تاريخ السودان. اعتنقت المسيحية المملكة بعد جهود القديس لونجينيوس اللي تكلمنا عنها نحن في القرن السادس الميلادي، وظهر أول ملك مسيحي باسمه وبوصفه كان هو الملك سيلكو. ومن الواضح أنه الملك سيلكو والنوباتي كان عندهم دور كبير جدا في التحالف مع الرومان وخدمة الرومان فيما يخص الحدود الجنوبية وصد هجمات البلينيين على المملكة الرومانية في حدودها الجنوبية. واستطاع سيلكو والنوباتي انتزاع مدينة كلبشة اللي كانت تحت سيطرة البليميين واللي كانوا بيحجوا إليها البليميين. وجاءت العديد من الوثائق اللي موجودة في قصر أبريم توضح بأنه كانت هنالك العديد من المعارك ما بين سيلكو وملك البريميين فونين. وبعد ذلك أيضا استمرت يبدو المعارك في عهد خليفة سيلكو الملك أبورنيه اللي هو يعتبر الملك الثاني في مملكة نوباتيا، واللي يبدو أنه أيضا كان متقدم ومنتصر على فونين. ووردت العديد من النصوص لرسائل ما بين فونين وما بين أبورنيه يطلب فيها فونين من أبورنيه السماح لهم بالحج إلى كلبشة حتى تهدأ الآلهة، وأيضا يطلب منه أنه يطلق سراح إخوته وأبنائه الذين أسرهم الملك سيلكو، بما يعني أن النوباتي كانوا حققوا انتصار كبير جدا على البليميين وظلوا متقدمين عسكريا عليهم. بتشير الدراسات لأنه مملكة نوباتيا اتحدت مع مملكة المغرة مبكرا، ولكن في دراسات مؤخرا يعني بتدل على أنه مملكة نوباتيا ما كانت متحدة بشكل كامل سياسيا كامل مما أذهب سلطتها السياسية مع مملكة المغرة. وبيعتقد البروفيسور أحمد الياس حسين في يعني ورقة علمية رصينة إنه مملكة نوباتيا كانت تقريبا شبه مستقلة وظلت تتمتع باستقلاليتها لحد القرن التاسع الميلادي، وإنه العلاقة ما بين نوباتيا والعلاقة ما بين المغرة لم تكن علاقة دائما ودودة. وأيضا كان هنالك رسالة من البطريرك إسحاق ذكر الأنبا مينا بأنه
كان في خلاف ما بين ملك نوباتيا وملك المغرة حول الإرسالية الكنسية من كنيسة الإسكندرية لمملكة نوباتيا لمملكة المغرة، وإنه ملك المغرة كان بيشتكي من منع حاكم موريتانيا زي ما جات في الرسالة. حاكم موريتانيا قاموا بمنع الأساقفة من العبور إلى المغرة. أيضا المملكة دي يعني العديد من الناس الدارسين والأكاديميين بيعتقدوا أنه نهاية المسيحية في السودان كانت بسقوط مملكة علوة. طبعا احنا عرفنا انه مملكة المغرة سقطت بسبب النفوذ بتاع الكنوز وتبدل الى الاسلام وكده، ومملكة علوة سقطت بسبب التحالف المشهور بين الفونج والعبد الله. اما مملكة نوباتيا ما في ذكر لكيف سقطت المملكة دي، ولكن الحقيقة في دراسات قوية جدا ذكرها المؤرخ الأمريكي من أصول إفريقية اللي هو سليم فراجي في كتابه The Roots of Nubian Christianity The Triumph of the Last Pharaoh. الكتاب ده يعني بيذكر فيه الدكتور سليم فراجي يعني إنه مملكة نوباتيا ظلت محتفظة بكيانها السياسي في قصر إبريم لحد القرن السادس عشر الميلادي، بمعنى أنه كانت هنالك إمارة، وأنه سقطت الإمارة دي تماما في العام 1565 على يد العثمانيين في عهد السلطان سليم الثاني، مما يعني بأنه استمرت مملكة نوباتيا بعد سقوط مملكة علوة في كيانها السياسي، بالرغم من أنه كان ضعيف لكن كانت مستمرة لحد القرن الستاشر، القرن السادس عشر الميلادي. طبعا دي معلومة يعني تعتبر مفاجئة، وأيضا تعتبر غير يعني معروفة للعديد من الناس، لأنه الناس بتعتقد أنه المسيحية غابت من السودان تماما مع سقوط مملكة علوة. إذا مملكة نوباتيا بحسب الدراسات دي وبحسب برضو البحوث اللي عملها ديريك ويلسبي في كتابه The Medieval Kingdoms of Nubia. وويلسبي طبعا مؤرخ بريطاني يتخصص في التاريخ المسيحي النوبي في السودان، ويعني عمل بحوث كثيرة جدا في فترة التسعينات وحتى بداية الألفينات عن الممالك المسيحية النوبية في السودان. بيؤكد أيضا ويلسبي بأنه مملكة نوباتيا هي أول وآخر كيان مسيحي، يعني هي أول كيان مسيحي سياسي، وأيضا استمرت أيضا كآخر كيان حافظ على وجوده بعد سقوط مملكة المغرة وبعد سقوط مملكة علوة. بالرغم من قوة مملكة المغرة القوية ونفوذها السياسي الطاغي حتى على مملكة نوباتيا، إلا أنها سقطت مبكرا في القرن ال14 الميلادي. أما مملكة علوة مؤكد تماما أنها سقطت مع بدايات القرن ال16 على يد الفونج والعبد الله، ولكن استمرت مملكة نوباتيا بعدهم لربع قرن أو أكثر من ربع قرن لحد ما سقطت في العام 1565 ميلادية في عهد العثمانيين، عهد السلطان سليم الثاني ابن سليمان القانوني. فيبدو أنه مملكة المغرة من الممالك اللي تاريخيا يعني نحن ما درسناها بشكل كافي، والتاريخ السوداني ما قاعد يقدم عنها تعريف كثير، وحتى التاريخ المصري ما قاعد يقدم عنها تاريخ كثير. المملكة طبعا كانت عاصمتها في قسطل اللي هي حاليا يعني تعتبر منطقة غارقة، وأيضا كان يعني كل وثائقها وكل المخطوطات اللي بتخص المملكة دي واللي بتخص تاريخ السودان كله الحقيقة، ما فقط مملكة نوباتيا أو المريس، موجودة في قصر إبريم، واللي هو يعتبر يعني مخزن التاريخ النوبي المسيحي في السودان. التاريخ المسيحي في السودان تاريخ طويل جدا وتاريخ عريق وتاريخ كبير، والدراسات السودانية ما قاعدة تكون تتناوله بالتفصيل، وهو بعيد من المناهج، وده شيء بيخلينا أن احنا محتاجين لأنه أن احنا نعيد دراسة تاريخنا النوبي المسيحي وتاريخنا السوداني بشكل عام. من أشهر النقوش اللي تعود لمملكة النوباتيا هو النقش الكبير اللي عمله الملك سيلكو في معبد كلابشا، وبيوصف فيه نفسه بأنه أنا سيلكو العظيم ملك النوباتي وجميع الأسيوبيين، بمعنى أنه هو كان يحقق انتصار على جميع الشعوب المعروفة باسم الأسيوبيين، والأسيوبيين هو الاسم اللي أطلقوه الإغريق على الكوشيين جميعا أو على الناس السمر تحديدا في جنوب مصر، فكانوا بيقصدوا بهم الكوشيين اللي هم كانوا المجموعة المؤثرة اللي عاشت قبل ظهور الممالك النوبية المسيحية في السودان.